بصوا بصوا شايفين؟ طبعا يعني الفيديو بيتكلم عن نفسه. شايفين المطة؟ والله زي بتاع بره، والله من غير ما بجامل. لا جامد جامد عشان امك. والله العظيم زي بتاع بره بالظبط. واحلى عشان بحب لا الشكل كده يعني، هو الشكل بيتكلم عن نفسه، وجربوه الطعم كمان بيتكلم. كله بيتكلم بره ما بصراحة. بيشدش على قلب بتقول سناننا مش هتقع. بتقول لي طعمنا بيشد جامد قوي ده. لا حلو. ايوه اكيد عشان بيكونوا سناننا. بيكرملوه كتير يعني، ده بيسيبوه على النار كده كتير. حلو للناس العواجيز، يا حبيبتي ما ربنا يشدش يديك ما الصحة. يوقعش السنان. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى الفيديو معانا شوية دلع بقى، هندلعهم بقى. هنعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم وصفة منتشرة وكل الأطفال ما اختلفتش عليها. تيجي نشوف كده هنعمل ايه. معايا هنا هجيب كوباية ونص من السكر. اللي معايا ده نص كوباية، يعني المعيار اللي معايا ده نص. أنا هضيف كوباية ونص، 3 مرات كده. ايه، كوباية ونص سكر. هضيف عليهم قدهم كوباية ونص مية. كوباية. وهدوب بقى كل ده كويس. هدوب ده كله كويس مع بعض وهسيب. دلوقتي اهو السكر داب معايا في المية. هنجيب بقى معلقة كبيرة كده من عسل الجلوكوز، تمام، وهدوبها بقى في المية. هدوبها كده كويس في المية. هقول لكم هنكمل ازاي. زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى معايا حوالي 4 معالق كبار من النشا، هدوبهم في ميه. وهنا سايبه زي ما انتم شايفين العسل يتقل بس معايا سنه بسيطه. هدوب بس النشا ده في ميه وهقول لكم هنكمل ازاي. طعام احمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت لكم؟ بداتوا تعرفوا انا هعمل ايه ولا لا؟ طبعا لون الطعام ده يا جماعه في بودر وفي من السايب. انا بحب السايب اللي هو السايل ده اكتر، ما بحبش البودر. بدوب النشا اهو زي ما انتم شايفين. بدوب معايا دول 4 معالق كبار من النشا اهو على السكر، وهقلب على طول. هقلب كل ده. مش هشيل ايدي خالص. معانا العسل والنشا والسكر، كل ده لما معايا زي ما انتم شايفين. هنضيف بقى شويه من السوداني وهقلب كل ده بقى. وبدوب دلوقتي شويه من الجيلاتين، 3 معالق كبار من الجيلاتين. هجيبهم بقى عليها وهقلب. طبعا عرفتوا خلاص ده ايه. ده ملبن يا جماعه. دايب بقى كده زي ما انتم شايفين. طبعا مع الحراره هيدوب اكتر اهو. كل الجيلاتين كده وهدوب كل ده. طبعا اهم حاجه عشان تدوبي الجيلاتين تدوبي الجيلاتين لازم تكون الميه سخنه مغليه علشان يدوب معانا بسرعه. هقلب بقى كل ده. واوعوا تنسوا الطعم. عندك ميه زهر، ميه موارد، زي ما انت ما عايزه. انا هضيف هنا معلقه كبيره من ميه الموارد عشان يدينا كده طعم النبل اللي بيكون من بره. كده احنا عملنا ايه؟ عملنا شربات عادي خالص ما بنعمله. كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، وحطينا معلقتين كبار من عسل الجلوكوز، والنشا 4 معالق كبار من النشا. يا دوبك تلاقيه مع الميه بيلم كده معاكي، بيدوب يعني معاكي على طول. انزلي عليه، انزلي بيه على العسل اللي معاكي. 3 معالق جيلاتين.
دلوقتي بقى خلاص اهو لم معايا كده زي ما انتم شايفين. هحطها بقى كده هنا اهو. شايفين الصينيه اللي انا هضيف فيها دي؟ طبعا لازم تكون مدهون فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، يكون فيها كيسه علشان ما تلزقش معايا كده. معانا اهو سكر نشا وجيلاتين وسوداني كده، وهقفلها بقى كده كويس واسيبها براحتها. تقعد بقى كام ساعة؟ يعني 6 ساعات كده. واحنا إحنا دلوقتي في الجو الشتاء ساقع، فممكن ممكن 4 ساعات مثلا، لان الجو معانا ساقع. اقفلها بقى كده علشان ما تعملش معايا قشرة، مش معايا طبعا. شايفين؟ وكوباية ونص من السكر. هشيلها بقى وارجع لكم تاني ان شاء الله اوريها لكم شكلها النهائي عامل ازاي. حلوين، جت اللحظة الحاسمة للملبن. تعالوا بقى كده نبدأ نقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نجيب كده كتير. بسم الله. شايفين؟ بس كده يمكن بقى الكيس كده من عليه. شايفين سهل معانا ازاي؟ السلام. بصوا تعالوا بقى ايه، نقطع كده وندوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بتقطع معانا زي السكينة في الحلاوة. في الملبن. ايوه اهو. نقطعوها بقى كده ونشوف وندوب كلنا مع بعض. شايفين؟ ملبن. ندوق بقى مجدي، مالك، ماما، انا كمان، كلنا بقى. نسمي الله كده. تعالوا بس خد كده يا مجدي. بصوا، هو ممكن نحط لها سكر بودر، بس بصراحة انا مش حابة لان هي كده ما شاء الله ايه سكرها كتير. هدوق يا جماعة وقول والله بصراحة خالص. قول بصراحة خالص. بصوا، لا والله. جامد عشان امك. والله العظيم زي بتاع بره بالظبط. أحلى. واحلى عشان بحب في لا حلو. اسمها ايه الملبن الاحمر. بحب يكون فيه نكهة الورد الورد. مية الورد اكتر. طعمها شربات حلو قوي. تمام. يلا القطعة ب5 جنيه. ماشي يلا. عنده ما يتفوتش بصراحة. القطعة ب5 جنيه. شايفين؟ لا حلو. نغلفها بكيس بقى بالمرة. شايفين؟ ب10 جنيه بالمرة. انا بصراحة ونكتب عليها بعشق صناعات حاجة اسمها جينا، ملبن. صناعات جينا والله. حلو. يعني بص بصراحة انا مبهورة بيه جدا، عاجبني قوي يعني. هعمله المرة الجاية بقى من غير لون ان شاء الله، نخلوه الهواء الابيض العادي. وممكن بقى نبقى نعملوه للكحك، هيوفر معانا. يبقى أبيض. نعملوه كده ونضيف بقى هيبقى كله كده زي ما هو كده. لو حابين سوداني هتضيفوا، مش حابين سوداني علشان خاطر الكحك هتشيلوا السوداني وهتضيفوا بقى النشا والجيلاتين. بالظبط كده بقى، وهيطلع معاكم ابيض. غير ده لحشوة بقى الكحك. ونقول لكم سيبكم في رعاية الله، نشوفكم في فيديو جديد. جربوه يا جماعة، جربوه حلو قوي. باي باي.